ازاي تبدأ شغل في التجارة الإلكترونية دلوقتي بشكل مجاني وتقدر ان انت تعمل منها فلوس كويسة جدا من غير ما تحط فلوس ولا في منتجات ولا في شحن ولا في حاجة تانية. يعني مش هتتعب مع شركات الشحن، مش هتعاني علشان تجيب منتجات وتحتاج راس مال. هتبدأ تجارة إلكترونية من الصفر من غير ما تحط ولا جنيه تقريبا. كل اللي انا محتاجه منك انك تركز معايا كويس قوي في الحلقة اللي انا هبعتها لك، وهتتعلم ازاي تبدأ تجارة إلكترونية من على موقع تاجر بكل بساطه وسهوله. يعني هي احنا بنسميها افيليت ماركتنج، ولكن هي تندرج تحت قائمه التجاره الالكترونيه، لانك في الاول وفي الاخر بتبيع منتجات وبتاخد عليها عموله. كل اللي انا عاوزه منك هتفهم كل حاجه في الحلقه. اعمل لي دلوقتي كومنت بكلمه تاجر وانا هبعت لك الحلقه لحد عندك، الحلقه اللي هتعلمك ازاي تبدا في التجاره الالكترونيه بدون راس مال نهائيا. هتشتغل وانت قاعد في بيتك، هتبيع منتجات وهتاخد فلوس وانت قاعد في البيت. اعمل لي كومنت دلوقتي بكلمه تاجر وانا هبعت لك الحلقه لحد عندك. انا زياد سليم وموجود هنا علشان اساعدك. اعمل لايك وسيف للفيديو ده، وتاكد انك عامل لي فولو وفاتح الرسائل عشان اقدر ابعت لك لينك الحلقه بكل سهوله. واستغل الفرصه دي وابدا شغلك دلوقتي وانت قاعد في بيتك. لو انت ست بيت، لو انت بنت وبتدرسي ومش عندك القدره انك تنزلي تشتغلي، جالك دلوقتي الفرصه انك تشتغلي وانت قاعده في البيت في التجاره الالكترونيه وتكسبي منها فلوس كويسه جدا. والتجاره الالكترونيه مش هتبقى جوه مصر بس، انت تقدر كمان تشتغل في الامارات وفي السعوديه وانت قاعد في بيتك وتكسب فلوس كويسه جدا. اعمل كومنت دلوقتي وما تضيعش الفرصه دي، وابعت الفيديو ده لواحد من صحابك انت عارف انه ممكن يكون مهتم انه يشتغل في التجاره الالكترونيه عشان يكسب فلوس هو كمان. يلا بينا دلوقتي ويلا بينا نبدا.